في شهر فبراير سنة 2014 دخل راجل بسيط في أوائل الخمسينات على قسم شرطة في سوهاج، وملامحه كانت بتتكلم قبل لسانه، وعلى وشه قلق وخوف وحيرة. طلب يقابل رئيس المباحث ضروري، ولما دخل عليه قال له: يا فندم، أنا جاي أبلغ عن مصيبة في بيتي، حاجة ممكن تضيع ابني وتضر البلد. الأب بدأ يحكي إن ابنه اتغير بشكل مخيف، بقى منطوي، قافل على نفسه بالأيام، لا بيقعد معاهم ولا بيخرج مع أصحابه، اشترى كمبيوتر جديد رغم إن حالتهم المادية صعبة، وبقى يقضي معظم وقته قدامه ليل ونهار. الفضول اتحول لقلق لما الأب شافه بيقرأ في كتاب لتعليم اللغة العبرية، ولما سأله رد ببرود إنها مجرد لغة وعايز يتعلمها. لكن اللحظة اللي كسرت قلب الأب بجد كانت لما لمح رسمة على كتف ابنه، نجمة داوود. ساعتها حس إن الموضوع أكبر من مجرد فضول شاب، وقرر يواجهه. وبعد ضغط وسؤال كتير، الابن اعترف إنه اتعرف على بنت إسرائيلية وهو شغال في شرم الشيخ، وإن العلاقة بينهم كبرت لدرجة إنه بيقول إنه اتجوزها وعايز يسافر لها ويعيش معاها هناك. رئيس المباحث سمع الكلام باهتمام شديد وما تكلمش كتير. رفع سماعة التليفون، عمل مكالمة سريعة، وبعدين قال للأب يهدى وما يقلقش، وبلغه إن حد هيجي معاه يوصله لمبنى الأمن الوطني في سوهاج عشان يحكي كل التفاصيل هناك. وبالفعل وصل الأب لمقر الأمن الوطني، وهناك قابله ضابط طلب منه يحكي له كل حاجة من البداية. وبعد ما خلص كلام، الضابط فتح درج مكتبه وطلع مجموعة صور وقال له: بص كويس، الشخص ده ابنك؟ رد عليه وقال له: أيوة يا فندم، مظبوط، ده ابني. الضابط وضح له إن الموضوع أكبر مما يتخيل، وإن الجهات المختصة كانت بالفعل بترصد تحركات الشاب ده، وطلب منه يلتزم السكوت التام وينسى بعد ما يخرج إنه كان موجود هنا، لأن القضية خرجت من نطاق مشكلة عائلية ودخلت رسميا في دائرة الأمن القومي. ومن اللحظة دي الأب خرج من المبنى وهو قلبه بين نارين، نار خوفه على ابنه، ونار إحساسه إنه عمل الصح لما حط مصلحة بلده قبل أي حاجة. وبعدها بكام يوم يتفاجئ الأب إن بيتم القبض على ابنه. ونقول الحكاية من الأول. شنودة أشرف صبحي اتولد يوم 12 أغسطس سنة 1989 في محافظة سوهاج. اتولد وسط أسرة بسيطة جدا بتكافح يوم بيوم. والده كان شغال عامل خدمات معاونة، شغله كله أوامر وتنفيذ طلبات، ووالدته ست بيت شايلة هم البيت والثلاث عيال. الحياة عندهم ما كانتش سهلة، وكل جنيه بيتصرف كان ليه حساب. من صغره شنودة معرفش رفاهية الطفولة، وهو لسه عنده حوالي 9 سنين والده قال له ينزل يشتغل عشان يساعد في مصاريف البيت. بدأ يشتغل في ورشة نجارة تبع عمه، يتعلم الصنعة ويمسك الخشب والمسامير بدل اللعب والكورة علشان يساعد نفسه ويساعدهم في المعيشة. كان بياخد أجر بسيط، لكنه بالنسبة له ولأسرته كان فرق كبير. فضل ماشي بين المدرسة والشغل سنين طويلة لحد ما خلص تعليمه وحصل على دبلوم المدارس الثانوية الزراعية سنة 2006. كان نفسه يلاقي شغل ثابت يريح أبوه ويخفف الحمل عن البيت، لكنه اتصدم بواقع صعب، مفيش فرص ومفيش واسطة ومفيش أمل واضح. اضطر يكمل في الشغل الحر بين الورش والأعمال المؤقتة، وكان شغله عبارة عن يوم في شغل و10 مفيش. الإحباط بدأ يتملك منه، وإحساس العجز قدام الفقر والظروف كان بيكبر جواه يوم بعد يوم. وسنة 2011 كانت نقطة تحول كبيرة في حياة شنودة، لأن بعد سنين من الشغل البسيط والظروف الصعبة في سوهاج، واحد من معارفه عرض عليه شغلانة في شرم الشيخ، وهي إنه يشتغل سواق في قرية سياحية. وطبعا ومن غير تفكير كتير وافق فورا، لأنه كان شايفها فرصة يهرب من الضيق اللي عايش فيه ويمكن يفتح لنفسه باب رزق أحسن. أول ما وصل شرم الشيخ حس إنه دخل عالم تاني خالص، فنادق فخمة،
سياح من كل حتة في الدنيا، فلوس بتتصرف بسهولة، وناس عايشة حياة هو عمره ما شافها قبل كده. المشاهد دي هزت جواه إحساس بالنقص وخلته يحلم إنه يعيش زيهم، مش بس يشتغل ويشوفهم. من هنا بدأت فكرة السفر والهجرة تكبر في دماغه يوم بعد يوم. شغله كسواق خلاه يحتك بالسياح بشكل مباشر، يوصلهم ويستناهم ويتكلم معاهم، ومع الوقت بقى فيه نوع من الألفة. وكان فيه ضمن الزباين سياح إسرائيليين، وده كان بالنسبة له شيء جديد. في الأول الكلام كان في حدود الشغل، لكن مع تكرار التعامل بقى فيه دردشة أطول عن الحياة وعن أوضاع البلد. وكان من ضمن الزباين اللي كان بيوصلهم بنت إسرائيلية اسمها نيكولا. في الأول كان الكلام معاها كله شغل وبس، لكن لأنها بتتكلم عربي كويس الكلام بينهم بقى أطول. مع مرور الوقت العلاقة خرجت عن حدود الشغل وبقت شخصية أكتر، وتحولت العلاقة بينهم لعلاقة غير شرعية. وبعد العلاقة نيكولا ادته $150 وقالت له إن الفلوس دي مجرد مساعدة، وده زود تعلقه بيها وخلاه يصدق أكتر إن اللي بينهم حقيقي. شنودة اللي كان عايش حياة بسيطة ومليانة قيود في سوهاج بدأ يحس إنها ملجأه، وحس إنها البنت اللي ممكن تغير له حياته كلها. ومع الأيام نيكولا بدأت تحاوطه بالكلام عن المستقبل والجواز والعيشة مع بعض في إسرائيل، وإنه هناك هيلاقي الأمان، الشغل والفلوس. كل حاجة كانت محسوبة علشان تخليه يسيب بلده ويصدق إنه هيروح لحياة أحسن. شنودة اللي كان حلم السفر والهجرة مسيطر على دماغه ما شافش أي خطر في الموضوع، بالعكس شاف فيه فرصة العمر اللي ممكن تغير مستقبله للأبد. لكن بعد ما بدأت العلاقة بين شنودة ونيكولا تكبر شوية، بين خروج وشوية تانية بين علاقة غير شرعية، وطبعا وسط كل ده كانت طول الوقت بتديله فلوس، جت في يوم وقالت له إنها مسافرة لتل أبيب لمدة شهر، وده خلاه متوتر ومتضايق، لكن ما كانش عنده حل غير إنه يستناها تسافر وترجع. وفعلا سافرت. لكن بعد الشهر نيكولا رجعت لشرم الشيخ، بس مش لوحدها، رجعت ومعاها شخص قالت لشنودة إنه صديقها، والشخص ده اسمه باول أفيتيري. لكن الحقيقة إنه كان عنصر من الاستخبارات الإسرائيلية مكلف بمراقبة شنودة وفهم نواياه وقد إيه ممكن يكون مستعد يتعاون معاهم. فبدأ الشخص اللي اسمه باول أفيتيري يرصده بطريقة هادية وذكية، يسأله عن حياته اليومية، ظروف أسرته المادية، وحتى رأيه في الأوضاع في مصر، خصوصاً لأن الوقت ده في 2011 كانت مصر في حالة من الأوضاع اللي مش مستقرة. كل كلمة وكل سؤال كانوا محسوبين بعناية، هدفهم يعرفوا مدى استعداده للتعاون أو السفر لأي مكان يخدم أهدافهم. وطبعاً شنودة كان غارق في الوهم وشايف إنه في حياة عاطفية طبيعية، وما كانش واخد باله إنه بيغوص تدريجياً في شبكة تجسس كبيرة. نيكولا بنفسها بدأت تورطه أكتر، قالت له إنها موافقة على الجواز منه دلوقتي، وطبعاً شنودة حس إن أخيراً هو هيحقق حلمه. وفي نفس اليوم اتجمعوا في قعدة صغيرة كده وقالوا له إنهم هيعملوا طقوس الجواز على طريقتهم. قعدوا يتمتموا بكلام مش مفهوم وحركات غريبة، وكل ده قدام عينه عشان يقتنع إن ده فعلاً جواز رسمي، وده كله خلاه يصدق إن الجواز تم بالفعل. بعد كده شرح له عنصر الاستخبارات طريقة السفر، وإنه مش هيروح للسفارة الإسرائيلية في القاهرة لأن ده خطر. الأسهل إنك تيجي عن طريق دولة تالتة زي جنوب السودان أو أثيوبيا، وبعدين أنا هبعت لك في الوقت المناسب كل التفاصيل. وبعدها وفي وسط الكلام الراجل اللي كان معاها غير طريقته فجأة وبص لشنودة وقال له: في حاجة مهمة لازم أعرفها، أنت كنت بتبعت لنيكولاي الإيميلات إزاي ومنين؟ شنودة رد بعفوية: لما بكون في الشغل بنزل وسط البلد، أدخل أي سايبر وابعت منه، ولما أرجع سوهاج بعمل نفس الحكاية، أشوف أي سايبر قريب وابعت. الراجل هز راسه وقال له بنبرة جدية: من اللحظة دي تنسى الكلام ده خالص، ما ينفعش تروح تبعت من السايبر تاني. وبعدها راح مطلع شوية فلوس واداهم له، وقال له: أول ما توصل سوهاج تشتري كمبيوتر ليك لوحدك،
ومن دلوقتي هعلمك تبعت الإيميلات بطريقة محدش يقدر يعرف إنك بتبعت أي حاجة. شنودة كان سامع وموافق، وهو فاكر إن ده اهتمام منهم بيه. الراجل كمل كلامه وبلغه إن التواصل بينا هيكون من خلال نافذة خاصة اسمها أحباء إسرائيل. النافذة دي متأمنة، محدش يقدر يشوف الرسايل غيرنا احنا. الكلام دخل دماغه على إنه تنظيم وحرص، وحس إن في ناس بتسهل له الطريق. وفعلا في أول أجازة في سوهاج، شنودة اشترى جهاز كمبيوتر في سوهاج، وبعدها كمان بكام يوم الفندق اتصل بيه وبلغه إنهم لغوا العقد بتاعه وعقد ناس تانية كتير، لأن كانت الأوضاع في الوقت ده في البلد أثرت على السياحة، وده خلى فنادق كتير تقلل عدد الموظفين فيها. وبكده شنودة اتأكد إنه ما عندوش أي أمل أو فرصة غير إنه يسافر لنيكولا. وبعد شهور من التواصل المستمر مع نيكولا وتعليمات العنصر الإسرائيلي، جاء اليوم اللي كانوا بيمهدوا له من البداية. شنودة اتبلغ إن خطوة السفر لازم تبدأ، لكن مش بشكل مباشر لإسرائيل، لأن ده ممكن يثير الشبهات. الحل كان السفر لدولة ثالثة زي ما قلنا، والدولة اللي وقع عليها الاختيار كانت جنوب السودان، وإنه هيسافر بحجة إنه بيدور على فرصة عمل. الفكرة شافها منطقية، خصوصاً إن وضعه في سوهاج كان صعب ومفيش شغل ثابت ولا أمل واضح. وبدأ يجهز أوراقه وقدم على التأشيرة، وكل خطوة كان بيبلغهم بيها أول بأول. وبعد فترة قصيرة حصل على التأشيرة وسافر وهو مقتنع إن دي مجرد محطة مؤقتة قبل ما يتجمع بنيكولا ويبدأ حياة جديدة معاها. أول ما وصل جنوب السودان ما كانش لوحده زي ما كان متخيل، كان في شخص مستنيه في المطار، عرف نفسه على إنه وسيط هيساعده يلاقي شغل ويظبط إقامته. الوسيط ده كان جزء من الخطة، لكنه قدم نفسه بشكل ودي وبدأ يطمنه إن كل الأمور ماشية زي ما اتفقوا. خلال أيام قليلة أخدوا الوسيط لمكان قريب من السفارة الإسرائيلية، وقال له إن الخطوة الجاية هي تقديم طلب التأشيرة من هناك، لأن ده الطريق الأسهل لدخول إسرائيل من غير ما يلفت الانتباه. شنودة اللي كان شايف الحلم بيقرب وافق من غير تردد. في اللحظة دي طلبوا منه يسلم جواز سفره في سفارة إسرائيل بحجة إنهاء إجراءات التأشيرة وترتيب السفر لتل أبيب. كان متوتر شوية، لكن ثقة نيكولا وكلام الوسيط خلاه يسلم الجواز وهو مقتنع إن ده إجراء طبيعي. الأيام عدت وهو مستني، بيتواصل معاهم على فترات، وكل مرة كانوا يطمنوه إن الإجراءات ماشية وإنه قريب جدا هيبدأ حياته الجديدة. وشنودة كان فاكر إن رحلته في جنوب السودان ماشية حسب الخطة اللي اترسمت له، لكن ما كانش يعرف إن في عيون تانية كانت بتراقبه من أول لحظة دخل فيها البلد. الأجهزة المصرية كانت راصدة تحركاته، مش بس خوفاً عليه، لكن كمان لحماية الأمن القومي ومنع استغلال شاب بسيط في لعبة استخباراتية أكبر منه بكتير. وفي يوم عادي وهو ماشي في واحد من الشوارع القريبة من مكان إقامته، وهو رايح علشان يشتري شوية طلبات لزوم أكله ومعيشته، جه واحد من بعيد بيزق بضاعة وخبطه بكل قوته. وساعتها حصلت مشاجرة فجائية بينه وبين الشخص ده. المشهد كان سريع ومتوتر، والشخص ده صمم إنه يتصل على الشرطة، وفعلا الشرطة المحلية اتدخلت فورا وخدته على قسم الشرطة. شنودة كان مرتبك ومش فاهم إيه اللي بيحصل، خصوصا إنه ما كانش متعود على الأجواء دي ولا على الاحتجاز أو التحقيق. وطبعا الشخص اللي كان خبطه كان واحد من أبطال جهاز المخابرات المصرية. جوه الاسم الأمن طلب الجوازات والإقامات علشان يتأكد إنهم داخلين بطريقة رسمية للبلد. الشخص اللي كان خبطه طلع الجواز بكل هدوء والإقامة بشكل قانوني مطبوعة جواه. وهنا عم شنودة بقى ركبه اتخبط في بعض، لأنه ما كانش معاه جواز، لأنه كان مسلم جوازه في السفارة الإسرائيلية، وساعتها بلغهم إنه جوازه ضاع منه. وبعد ساعات من الانتظار تم استدعاء السفارة المصرية، ووصل أحد الدبلوماسيين ومعاه مسؤول أمني. وهناك
استسمح المسؤول المصري الأمن وطلب إنه ياخدهم وإنه هيعمل وثيقة لشنودة لحد ما يطلع جواز تاني. وأخدوا الدبلوماسي معاه فعلا وراحوا السفارة، وأول كلمة قالها له بعد ما وصلوا السفارة: جوازك فين يا شنودة؟ هتقول انت جوازك فين ولا أقولك أنا؟ المسؤول المصري بعدها واجهه بالحقائق كاملة، تفاصيل عن تواصله مع نيكولا، السفر من خلال دولة تالتة، تسليم جواز سفره، ومحاولات استدراجه للتعاون. الأدلة كانت واضحة، وصور من مراسلاته وتحركاته وحتى الأماكن اللي زارها. في اللحظة دي انهار الحاجز النفسي اللي كان عايش وراه، واكتشف إنه كان مراقب طول الوقت، وإنه كان على وشك إنه يقع في فخ خطير. وبدل ما يتم اتهامه أو حبسه، اتقال له بصراحة: انت اتضحك عليك ولسه قدامك فرصة ترجع. الرسالة كانت واضحة لكنها إنسانية، وحذروا من إنه يحاول يتصل بيهم تاني. وبعد إنهاء الإجراءات تم ترتيب رجوعه لمصر من غير توجيه اتهامات رسمية، كفرصة أخيرة إنه يرجع عن اللي في دماغه ويبدأ صفحة جديدة. بعد ما رجع شنودة لمصر كان فاكر إن الصفحة اتقفلت، وإن اللي حصل في جنوب السودان مجرد تجربة وانتهت. لكنه ما كانش يعرف إن رجوعه كان بداية مرحلة جديدة، مرحلة مراقبة. الأجهزة الأمنية كانت حريصة تتابع تحركاته لمدة طويلة، وده علشان يتأكدوا إنه استوعب الدرس ومش هيكرر نفس المحاولة. مرت الشهور وشنودة حاول يرجع لحياته الطبيعية في سوهاج، لكن جواه كان لسه متعلق بالحلم القديم. فكرة السفر لإسرائيل ما خرجتش من دماغه، بل بالعكس بقت هاجس بيطارده. كان مقتنع إن المرة اللي فاتت فشلت بسبب الظروف، مش بسبب خطورة الطريق نفسه. ومع مرور الوقت بدأ يفكر في طرق تانية بعيدة عن السفارات والتأشيرات الرسمية. وفي سنة 2013 بدأ يتواصل مع أشخاص سمع عنهم إنهم بيقدروا يهربوا الناس عبر الحدود، خصوصاً من خلال الأنفاق والممرات غير الشرعية. الوسط ده كان مليان مهربين، وكل واحد فيهم بيعرض خدماته مقابل مبالغ كبيرة. شنودة رغم ظروفه المادية الصعبة بدأ يجمع أي مبلغ يقدر عليه، مقتنع إن دي فرصته الأخيرة لتحقيق حلمه. بالفعل سلم جزء من الفلوس لأحد المهربين على وعد إنه هيتم تهريبه عبر الحدود في الوقت المناسب. الخطوة دي كانت دليل واضح إنه ما زال عنده النية الكاملة للسفر، وإن التحذيرات اللي اتقالت له قبل كده ما قدرتش تمسح الوهم اللي اتزرع جواه. لكن اللي ما كانش يعرفه إن كل تحركاته كانت مرصودة، وإن أي تواصل مع المهربين وأي محاولة لترتيب السفر كانت بتتسجل وتتحلل. الأجهزة كانت مستنية اللحظة المناسبة للتدخل، مش بس لمنعه، لكن علشان يقفلوا الملف بالكامل قبل ما يتحول لتهديد حقيقي. وسط دوشة الأحداث والتفاصيل الكتير اللي ظهرت في القضية، كان في شخص واحد لعب الدور الأخطر والأصعب: الأب. راجل بسيط من سوهاج، لا سياسي ولا صاحب نفوذ، لكنه كان صاحب ضمير صاحي. بدأ يلاحظ إن ابنه اتغير، انعزال غريب، قعدة بالساعات قدام الكمبيوتر، كلام بلغة مش مفهومة، ورموز مرسومة على جسمه ملهاش علاقة بدينهم ولا بعاداتهم. البلاغ اللي قدمه كان الشرارة اللي سرعت كل الإجراءات. المعلومات اللي قالها ساعدت الأجهزة تربط الخيوط وتتحرك بسرعة. ورغم كده بعد القبض على شنودة حصلت مفارقة غريبة. الابن حاول يتهم والده إنه كان عارف وساكت، بالعكس وكمان كان بيشجعه. لكن التحقيقات أثبتت العكس تماماً، وتأكد إن الأب كان بيحاول ينقذه مش يورطه. أثناء التحقيق شنودة اعترف بحاجات صادمة، إنه كان بيحب إسرائيل وبيتمنى يعيش هناك، وحتى يفكر ينضم لجيشها. الاعترافات دي نقلت القضية من مجرد شبهة إلى قضية أمن قومي واضحة، وتم عرضه على لجنة طبية للتأكد من سلامته العقلية. والنتيجة كانت إنه بكامل وعيه ومدرك لكل خطوة عملها، وبعدها اتقدم للمحاكمة. التهمة كانت السعي للتخابر مع دولة أجنبية،
ودي جريمة في القانون المصري حتى لو ما سلمش معلومات فعلية. القانون بيعتبر مجرد التواصل ومحاولة التعاون جريمة مكتملة، لأن الخطر بيبدأ من النية قبل الفعل. العقوبات في القضايا دي بتختلف حسب الظروف. في وقت السلم العقوبة ممكن توصل للسجن المشدد، لكن في أوقات الحرب القانون بيوصل لأقصى درجات الردع وهو الإعدام، والهدف مش العقاب بس، لكن حماية البلد من أي اختراق حتى لو بدأ بقصة حب أو وهم. في النهاية القصة كشفت حقيقة مهمة، إن أب بسيط ممكن يكون خط الدفاع الأخير، وإن قرار شجاع واحد ممكن ينقذ ابن من الضياع وينقذ بلد من خطر كان ممكن يكبر لو اتساب. القصة دي بتورينا قد إيه الاستغلال العاطفي ممكن يكون خطر لو الشخص مش واخد باله. شينودا اتشد العالم وهمي عن طريق الحب والمال، وده خلاه ينسى كل اللي حواليه، أهله، بلده، وحتى نفسه. الرسالة واضحة، لازم الواحد يكون واعي لعواطفه، يميز بين الحب الحقيقي والوهم، ويعرف إن الانجراف ورا طموحات مش مدروسة ممكن يجر البلاد والناس لمواقف صعبة. وستبقى مصر أرضاً وشعباً وتاريخاً لا ينكسر.